الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اعذروني اليوم لن أطيل بسبب طول السفر، فقد كان السفر يزيد عن 7 ساعات، والجو عندنا بارد جدا، ولم يكن الشيخ قد تجهز لهذا الجو البارد. وإذا جاء الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء. الوقفة الأولى عند قوله تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم، يعني من الظالمين، من المجرمين، من الفاسقين، أي أن الله قادر بنفسه سبحانه وتعالى أن ينتقم من أولئك الذين ظلموا العباد وأفسدوا البلاد، قتلوا حمزة، قتلوا زينب، قتلوا تامر، قتلوا صالح، قتلوا الزعبي، قتلوا علا، قتلوا علاء، قتلوا محمد، قتلوا. الله يخبرنا أنه قادر على الانتقام منهم، لكن يرشدنا إلى حكمة أخرى. المسألة الأولى عقدية، أن نعتقد أن الله عز وجل قادر، فلله جنود السماوات والأرض، حتى قادر أن ينتقم منهم دوننا وعلى غير أيدينا أو وبغير أيدينا. لكن يرشدنا الأولى إلى عقيدة، والثانية إلى سنة كونية وشرعية من الله. يقول: ولكن ليبلو بعضكم بعض، لكن ليختبركم من الصادق من الكاذب، من الذي يبيع دينه للشيطان والهوى والنظام لأجل دريهمات. نحن على مدار 50 سنة من هذا الحكم الظالم الفاسد حصل هناك مرض في النفوس، حصل هناك ضغينة في الصدور، حصل هناك فساد في الأخلاق، حصل هناك تدمير للبنية التحتية لبلدنا، حصل أمور كثيرة. اليوم الله عز وجل يقول لنا أن أنتم تحتاجوا إلى تطهير، تحتاجوا إلى غربلة، تحتاجوا إلى أمور كثيرة، فإن تأخر النصر ليس عجزا من الله. أرجو أن نتدبر هذه القضية. إن النصر، تأخر النصر، لم يكن هذا التأخر عجزا من الله أو غفلة معاذ الله من الله أو أن الله لا يعلم بحالنا، لكن يقول هذا التأخر ليبلو بعضنا ببعض، يبلو هؤلاء العلماء، يبلو الحكام، يبلو الأمراء، يبلو الجيش هذا الجندي، يبلو القبائل، يبلو أهل المدن. هل نحن نوصي جنودنا أبناءنا ألا يقتلوا، أو نطمع في العسكرية ونطمع في الرتب وما شابه ذلك؟ هذا لا يحتاج الآن، يحتاج إلى شرح كثير. الآن أعتذر كما أخبرتكم. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. هنا معنى لن يضل أعمالهم، لن يضيع أعمالهم، بل سيحفظها لهم. الله أكبر. كل ما عملوا، والله الذي يكتب اللافتة هذا يعتبر مجاهد في سبيل الله، الذي يرخص لهم الحبر أو يتبرع لهم بالحبر أو بالقماش أو بالحبال قام بجهد، قام بالجهاد في سبيل الله.
لأن إسقاط هذا الفاجر الظالم الباغي المجرم البطاج، إسقاطه، السعي لإسقاطه، هذا جهاد في سبيل الله. ليس المقصود بالجهاد في الإسلام فقط السنان والسلاح والرمح، كلا كلا، هذا هو نوع من أنواع الجهاد. ويقول الله عز وجل: ويدخلهم الجنة عرف لهم لها معنيان عند العلماء، أي بينها لهم في الدنيا وبين لهم بعض أوصافها وأسباب دخولها وإلى غير ذلك. وقال بعضهم علماء كلام جميل، قال إن كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الجنة يدخل إلى بيته في الجنة وقصره ومكانه كما يدخل أحدنا في الدنيا إلى بيته، يعني يعرفه تماما، عرفها لهم. جميل. لكن يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. أريد أن أقول كلمة قلتها مرارا وتكرارا، لكن أقولها الآن باختصار. حذاري أيها الشعب الأبي أن تعلق نصرك بمعارضة أو بمجلس أو بمؤتمر أو بما شابه ذلك. احذر ذلك، احذر ذلك. لا تعلق نصر الله، لا تعلق نصر الله إلا بالله. ولا تعلق نصرك تقول ما شاء الله المعارضة اتحدت، لم تتحد، يصيبك السآمة أو يصيبك يأس أو ملل. لا لا لا، هذا الله عز وجل بيده ملكوت السماوات والأرض. إذن هذا يؤثر على عقيدتك ويؤثر على توجهك. أو تقول والله إن مجلس الأمن صوت الروس والصين ضد القرار العقوبات وتأخر النصر. لا تقل هذا. النصر محدد عند الله بيوم لا يستقدمونه ساعة ولا يستأخرونه. فإذا عقيدتنا ثابتة أن الله عز وجل قوي، أن الله عز وجل عزيز، أن الله عز وجل غالب على أمره، يفعل ما يشاء متى شاء أين شاء كيف شاء، لا يمنعه مانع ولا يحول دون نصره حائل أبدا. هذه أسباب. إذا أراد الله أن يقلب مجلس أمن بيقلب على روسها وعلى روسيا وعلى الصين، ويفعل الله عز وجل ما يشاء. إذن نرجع لنعتمد على الله ثم على صلاح أنفسنا وصدق نياتنا ووحدة صفنا، والحمد لله رب العالمين. جميل، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا. أبتدئ من حيث انتهيت على روسيا والصين. لا شك فضيلة الشيخ أن هذه تبقى أسباب، وتبقى الإنسان دوما يحب الأمور الملموسة بدون البعد أو نسيان الأمور المعنوية واتكاله على الله عز وجل. الكثير كان متأمل بقرار يطرح من مجلس الأمن، كانت قد صاغته أوروبا في مجلس الأمن، يدين سوريا ويبدأ مرحلة بدائية يلمح إلى أنه قد تواجه عقوبات إذا واصلت حملتها على المحتجين. وقد تفاءل البعض بهذه الأسباب الملموسة أو المحسوسة، ولكن تفاجأ الجميع أن روسيا والصين تتحد لأول مرة منذ 2008، لأول مرة من عام 2008 تشترك روسيا والصين بفيتو ضد إدانة النظام السوري. كيف تنظرون إلى هذا الخبر وإلى هذا التصرف من هاتين الدولتين باستخدامها للفيتو لإدانة القرار؟ سبق قبل ثواني أنني نبهت وذكرت ما أمر الله عز وجل به من اعتقاد النصر به. لكن صحيح أن الأمر بقدر، لكن هذه التصرفات تدل، هي ابتلاء بحد ذاتها،
تدل دلالة واضحة على فساد المفسد وصلاح الصالح إلى غير ذلك. فأعطتنا إشارة سببية كونية أن روسيا والصين يكرهون الإسلام والمسلمين. هذا واضح، هذا واضح جلي. يكرهون الحرية، يكرهون العدالة، يكرهون الكرامة. نعم. مقابل ماذا؟ للأسف الشديد أنهم قدموا هذه الأمور، قدموها قدموا مصالحهم الشخصية على ذلك الأمور. طبعا روسيا لما وصلها 4 طائرات حملت بالعملة الصعبة إلى بنك ألفا الذي في روسيا في موسكو، والشريك وأحد الشركاء الرئيسيين في هذا مخلوف لا أخلف الله عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذن هذه دلالة على أن ولعل الله أراد هذا. نعم. انتبهوا، الله أراد هذا ليمتحن الناس. هل يعلقون النصر به أم يعلقونه بمجلس الأمن؟ لعل الله أراد يرى الصادقين. هل أصابهم يأس؟ الذي أصابه لا سمح الله يأس فهو ضعيف الإيمان، يعني ما بدي أقول منحرف، يعني جاهل في العقيدة. لا أبدا. نحن ازددنا إيمانا. فعل مجلس الأمن ما فعل أو فعلوا الفيتو روسيا والصين، نحن ازددنا إيمانا أن الله عز وجل لم يرد ذلك، ولو أراده لفعله سبحانه وتعالى. لكن